يعني ما ينفعش العب عكس اتجاه الماشين. السلام عليكم يا رجاله. هنتكلم عن تمرين البنش العالي بالماشين. التمرين ده بيشغل الجزء العلوي من البنش. طبعا في فرق، لو انا بلعب على البار الحر هيكون اتجاه الحركه بتاعتي شبه عمودي وانا متحكم في البار، وفي فرق بين العب على الماشين بيبقى لها اتجاه ثابت انا لازم امشي فيه بمعنى صح، يعني ما ينفعش العب عكس اتجاه الماشين. اول ما اجي امسك الجهاز لازم اتاكد ان الجهاز مناسب لجسمي او لطولي. المسطره بتاعت الجهاز ما ينفعش تبقى في مستوى كتفي، يعني ما ينفعش كتفي يبقى مواجه للمسطره دي، هعرف ان انا هاذي كتفي. لازم تعلي الدكه شويه. انا كده عليت الدكه بحيث كتفي فوق المسطره، وساعتها مش هيبقى في مشاكل في الكتف. ببدا الحركه بتاعتي لازم التراي عندي او كوعي يبقى مع اتجاه المسطره، ما ينفعش مثلا اتجاه المسطره كده وارفع انا كوعي كده واشتغل كده، انا بعمل مشكله في الكتف. يبقى لازم يبقى التراي بتاعتي مع اتجاه الجهاز. بطلع بنصب بنش طبعا وانا قاعد كده اهو، وانا بدوس بثبت قدام وفيها الزفير، وانا بنزل باخد نفس، الحركه نازله هاديه نسبيا والطلعه سريعه نسبيا. تقريبا معايا وانا نازل زاويه قايمه. في ناس في نص قوس الحركه بتاعتي